ميسي مدلل الفيفا. ايه؟ ميسي مدلل الفيفا. تقول ايه؟ ميسي مدلل الفيفا. لسه معايا حالا. رحت البيت فجبت القناه بتاعت كابو فيردي بالتعليق البرتغالي، اقسم بالله بتكلم بجد. تفهم برتغالي يا شافعي؟ برتغالي اصلا، انا خريج دبلوم زراعه يا عم. انت بتقول ايه يا عم؟ انت ايه ده؟ بتلحس؟ اتلحس. خد حته من يا الخشب. عم كمل كريم واوبر انت عمال تتكلم فيه اخلص. كفايبس في العموم. كايه؟ فايبس. في اي بطوله بنخش هننام ورا. ببلان ايه اللي هي هننام ورا، ما عندناش بي بقى وسي وعندناش ودي اللي خلينا خلينا تعادل. في أفريقيا. عارف ان الاسلام عنده راي واحترام، خالد عنده راي وانت نفس انا الكلام. معاك عموما. انت معايا فين؟ هنا منين ابويا؟ يا اما قلت لك مش شرقيه. طيب مش طيب ممكن يعني- مش ممكن بكاري جسامه. لا والله يا حبيبتي يا ماما افريقيا. اهلا بيكم يا رجاله وحلقه جديده من لعب رجاله. معاكم زياد زازا ومعانا النهارده ادمنز جروب العواطليه. طبعا بعد نهايه الدوريات وكاس العالم انا بتكلم على فكره اديني اهتمام. انا اسمع شباب. يعني اديني شويه اهتمام بتكلم. اشوف شهر؟ لا يعني شوف لي شغلانه معاك. اتفضل يا ابويا. هتيجي مكان انت اشتغلت منقذ في شاطئ ميامي العجمي لا صح؟ بلاقي ميكانيكس. عارف بكام التون دلوقتي؟ الكيلو كنز تن طب احنا يعني 70,000 جنيه. تعمل ايه؟ تقول لي ليه طب قول لي انا. افتكرته عالي مع الدولار ولا حاجه. التون 70,000. انتوا عايزين تاكلوا يعني؟ لا طب تعالى ناكل. طيب تعالى بدها والله العظيم انا اصلا. جنب اشوف. يا عم ماشي. والله جعان. برضه نفس الفكره. طب يلا بينا. خش هنا بقى الاول. العيش يا ابويا. ولا ازاي ولا مش عارف الشهر. طيب مش ما انا هتندوتش في شهر. ده الحراق. ده الحراق. انت الحراق على دوت يا انا رجعلي بابا رمضان. خلص الجبنه كلها. لا يا معلم. شافعي لا 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 يا ابويا. لا 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 يا ابني ما هو لا انا هعملها. هي شاهده هتفرق. شيل يا معلم. المفروض ان احنا نتكلم في اي حاجه. المفروض الف مبروك علينا يا رجاله انضمامنا لجروب العواطليه. اصبحنا ادمنز هناك الحمد لله. الحمد لله. طبعا الراحه الصيفيه. كنت عايز بقى نتكلم في حاجات ليها علاقه بكاس العالم. نودي بقى كاس عالم ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا ورانا غيره. طيب انت معايا يا شافعي؟ اه الفشار حلو. معاك والله مش حنبلي يعني. اتفضل. ما تكترش كمل. مين اللعيبه اللي كان مستواها مفاجئ بالنسبه لكم في كاس العالم ده؟ ابوك مهند لاشين. اشمعنى يعني؟ اقف جنبك يا كلب. ابوك يالا. ليه بقى مهند لاشين؟ ها ده حسام حسن ولا انت مش مع حسام؟ ريفري نوفي. حكم ظالم ظلم باين وواضح. مهند لاشين علشان ايه بالظبط؟ يعني الاداء في الملعب عشان ولا مش شرقيه راجل محترم. طب وانت لا ده مين ده جنبي. مع بحور الشرقيه ده؟ جنبي. هي؟ لو بصيت لي بس. انا عايزين ناكل عيش. خد بالك بيشوف الحلقات دي برضه. ما انا شفته. رجال. بقول لك ايه، شفت صوره جامده قوي. مهند لاشين راكب العربيه لما كان راح الشرقيه. وانا حاطين السواق ده السواق. بامو. والله العظيم ده كان جامد قوي. الصوره دي معاك صح؟ لا. ابعتها لي. حاضر. طب انت بالنسبه لك مين احسن لاعب في كاس العالم؟ او مين اللعيب اللي فاجئك وحسيت ان هو اوف ده جامد قوي؟ محمد هاني. يا جماعه هو انتوا ليه؟ احنا بنتكلم عن منتخب مصر ولا بنتكلم في العموم. انت هو إيه؟ منتخب مصر. لا مش هو ده لحمه في منتخب مصر. بس بالنسبه له مهند لاشين رقم واحد طبعا في كل حاجه. ممكن لاعب تاني كنا داني. انت شايف ان مهند لاشين اتظلم ان هو ما خدش احسن لاعب في البطوله؟ ده حقيقه فيفا هو مش هيطلع بره مهند أوكي. لاشين عشان خلاص احنا نسكت. عشان كوبي رايت. كوبي رايت. الكوبي رايت بتاعته هو حياته الشخصيه كوبي رايت على حياتك الشخصيه. انت شايف طيب ان مين احسن لاعب في كاس العالم كله؟ مش تطلع بره اتنين اصلا يعني ميسي ومبابي يعني شايف الحوار ان رودري ده فاكس؟ في كذا لاعب بس انت بتتكلم في التوب يعني. طب مين اللعيب اللي فاجئك بقى اللي هو ما هي دلوقتي المفروض مفاجاه؟ اللعيب مفاجاه بقى هو اللي فاجئني بمستواه بصراحه. كوكوريلا جامد قوي. ومحمد هاني على فكره برضو اللي انا قلته من شويه ما كانش عاجبك. محمد هاني برضو فاجئني بمستواه يعني. وبحب زيزو جدا. زيزو عامل له بلوك. عامل له بلوك. لا والله فهو برضو مش عايز يعني. ليه؟ علاش؟ طب انت ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ ما هو عشان جعان. بعيد بقى عن الموضوع مهند لاشين والكلام ده، بجد مين اكتر لاعب فاجئك في البطوله دي؟ داني اولمو. ده بجد؟ اداء فوق متوقع اقسم والله بالله. العظيم ما بهزرش. بتكلم بجد اقسم بالله. اداء فوق متوقع منتخب اسبانيا عكس ادواره كان مع برشلونه في الموسم. كان كويس بس مع اسبانيا فرق جدا. لابوين طبعا يعني. وانت بالنسبه لك كوكوريا؟ كوكوريلا او محمد هاني. محمد هاني مين ابويا؟ طب منتخب بامو. رودري ده فاجئك؟ جدا. ما يعني معاه بالون دور متوفي اصلا. كان متوفي. ايوه بس ده رودري. بس مش كده. بس ياخد احسن لاعب في كاس العالم؟ لا 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 يستاهل. لا لا لا.
انا شايفها افضل لاعب في المونديال. احنا متربيين أفضل- على حاجه، يا عم اللي ده أصلاً بيكسب تربي والله. بياخد كل حاجه. افضل لاعب افضل لاعب في العالم، اللي افضل لاعب بيكسب بياخد كل افضل حاجة. لاعب في المونديال مبابي او ميسي. من وجهه نظري على المساهمه والارقام اللي عملها. طب انا ما مالي هو ولا الارقام، هو مش نص شرط ملعب. الارقام. يعني نص ملعب مين اللي كسب هيعمل لك البطوله؟ إيه؟ طب ما اوليفر كان 2002 أوكي، كاس العالم هو أوكي. واخد افضل لاعب في البطوله، هو حارس مرمى. اوليفر كان هي قصه ان هو نص ملعب، اوليفر كان واخدها وهو لاعب تقول لي حارس مرمى. ارقام، انت عايز ارقام ايه من رودري؟ طب ما تبص على اوليفر كان 2002. بس أنا رودري أفضل لاعب عمل- في البطولة. رودري حارس مرمى. عمل كاس ماشي. العالم كويس وخد البطوله. طب ما هو أنا برضه- شايف طب بصراحة- ما مبابي وميسي برضه. يعني بحكم اللي خد البطوله مين احسن واحد فيهم؟ طب لحظه واحده، لما هي اتوزعت على اوناي سيمون وعلى كوبارسي، في ما اسبانيا. ينفعش ما ينفعش المنتخب كله ياخد كل الجوائز. لا عادي. لا عادي. طب- مشكله. لا ما ينفعش. طب ما 2014 المانيا واخده كاس العالم 2014 وميسي واخد افضل لاعب. مين كان في المانيا كان فارق زي كان فارق ميسي؟ جدا، كان في فيليب لام كان اسطوره في المونديال. ميسي. لا بس كان اسطوره توماس في المونديال. مولر. مش ميسي. توماس لا، لا، مولر كان وكلوزا. ساعتها وكلوزا يعني كان ماشي. هداف اصلا. مش ميسي مقياس ان المنتخب ياخد البطوله يا ابني ياخد كل فاهم، اللعيبه. بس انا بتكلم ان ميسي يستاهلها. ماشي بس ومبابي ده بيستاهلها. بس انت وساهمات. بتتكلم بالنسبه اللي وصل للنهائي، خليك تتكلم في اثنين وصلوا للنهائي، طب ما أنا- اسبانيا وارجنتين. ميسي من هنا يستاهلها وهنا طب ما رودري. اوليفر كان في ميسي خسر يا النهائي جماعة اللي وخدها. ياخدها رودري. عادي انا جدا. شايف رودري. هي دي النقطه، فاهم قصدي؟ هو يعني ميسي ميسي لو كان بصراحة- كسبها كان خلاص هو عادي. شايفها ان هي نو فير قوي ان رودري ياخد احسن لاعب بعد ميسي، يعني لا ما بعد بصراحة. ميسي هي ميسي عمل اداء فردي جامد قوي بجد، بالظبط. ورودري مش نفس بتاع ميسي. كون ان هو خد البطوله بتاع ميسي؟ ومستواه ده نفسه. طب اقول لك مستواه في النهائي نفسه مرعب. يخليه يتخطى اللي ميسي عمله مثلا في اخر ماتشين. الفكره دلوقتي مثلا ان مثلا ممكن ابو العباس يقول لي طب امبابي جاب اجوان اكتر مثلا، انا بالنسبه لي طب ان لحظة امبابي واحدة. مثلا عنده منظومه طب- زي اوليسيو ولاعيبه بتخدم عليه، ميسي ما عندوش طب حاجة. لحظه واحده هنتكلم بالارقام. المنظومه بقى في اسبانيا هي رودري. هتتكلم بالارقام، عمال تقول ارقام وطرفين نهائي. سيبك، أنا ما طب قلتش انت عندك أرقام. فوزينيا جول كيبر راس الاخضر عمل 8 صدات قدام اسبانيا في المجموعات، واعتقد ان هو يصعد بس ياخد ما- افضل لاعب بس أو ما افضل حارس. كملش، لو كمل كان خدها. ما انت بتقول هو بالارقام، ما هو لو ما بيمسك- كملش. قصه ما هي ارقام. لا ما هو سايب الارقام يا جماعه. لا انت لا اللي اركن قلت اركن انت اللي قلت ارقام، انت دخلت رودري في الأرقام. اصلا ملوش انت علاقه دخلت قصة بالارقام حتى. رودري ده قدام ملوش علاقة مدافع. كان بالأرقام. افضل يعتبر حارس، واحد كان من- افضل حارس. حتى يعني فوزينيا باللي عمله قدام اسبانيا وقدام ارجنتين في النوك اوت ما ياخدش افضل حارس في البطوله. بس ما انت هو في ماتشين، تاريخ كاس العالم شفت إنما حارس الباقي بياخدها وهو لعب طالع من الدور 8. هو عامل فوق 15 صدي. طب هسألك سؤال، هل ماشي ينفع مارتينيز عمل طيب. النهارده في ماتش نهائي مثلا. 11 تصدي. ماشي بس مش كل ايوه بس مش كل بتحسب- اسلام. بتحسب طيب 11 يعني طيب ثانيه واحده، لا، طيب اون انت تارجت. احنا دلوقتي اتكلمنا عن مستحيل نقطه اسلام. اون تارجت مش كون محقق ماشي. اسلام. شافعي، احنا دلوقتي محققة. قلنا فكره ان اللعيبه اللي انت حسيت ان انتوا اتكلمتوا في كذا لعيب مثلا اللي هو التوقعات بتاعتك كانت عاليه زي داني اولمو وابو العباس مثلا قال لك رودري، مين بقى اللعيب اللي انت حسيت ان هو كمل يا أبو. انا يعني اديني اهتمام طيب يعني انا معاك والله انا معاك. ما هو ده قمه الاهتمام. عشان كده مالك ده اهم منك على انا يعني انا حسيت والله بجد انا أبويا، عارف انا مش شايفها يعني بس يعني لا كده اهم منك، انا اسف معلش. بس على فكره انت عزيز على قلبي جامد. عزيز. ولو ما كانش عزيز ما كانش راح عند عبد العزيز. اه كمل يا ابويا. مين بقى اللعيب اللي حسيت ان هو ما ظهرش بالشكل المتوقع لامين يامال. يعني انا اكتر لعيب خايب امالك. اداؤه خارق جدا من اول البطوله باستثناء طبعا النهائي. ممكن يكون عمل بس ما صنعش الفرق مع اسبانيا. انا متفق معاك عامه ان هو بصراحه قط حين طحينة ايه؟ ده بوستون برجر. ام بي اي ها؟ ام بي اي اه كمل يا ابويا. ايوه ده هو الكورس. ايه علاقه؟ كورس ام بي ايه. هو على حسب اللي بيلقط منه ما هو انا متاكد ان في اتقال وهو جامد بس يا ابني بوستون سيلتكس بتاع ام بي اي. انا بقول لك هو بيقول ده لك انت ساكن فين يا ابويا؟ في المعادي. اوكي مجروح حالتنا والله. خد يا ابويا. اسلام مين اكتر لعيب؟ هنقول برضو لامين يامال، بس اللي ما كنتش متوقع منه المستوى ده كان مرموش برضو. بس برضو لا بس انت مستوى مرموش اللي شفناه. انت برضه شايف فكره لامين يامال دي مش ولا للدرجة، مش بالسوق. لامين يامال، بدري، الفاريز، لوتارو. في لعيبه على على فكرة فكره أقسم باين قبل بالله كاس العالم. على فكره هو سمع لك حاجه حلوه. على فكره قال اللعيبة لك كان قال باين لك قبل. قال لك مفيش مجاملات في المونديال وده اللي خلى بدري يكون دكه. وده اللي خلاهم يكسبوا. بالظبط. وده اللي خلى لعيبه من ريال مدريد مثلا زي كاريراس ما يروحش اصلا كاس العالم. بالنسبه لي انا بصراحه شايف ان لامين يامال اكتر لعيب خرب الدنيا ان انا كنت متوقع ان لامين يامال هو فوق المتوقع. بكتير قوي. يعني دي اول حاجه عارفين نتفق عليها كلنا ان كلنا متفقين ان لامين بس أنا يامال بصراحه ما شفتهاش كده لان انا لاعب لسه 18 سنه اول كاس عالم ليه، هيشيل منتخب لحاله مفيش. لا ما اللي بيعملوا مع في برشلونه معايير كتير قوي، ده غير ضغط الماتشات اللي لعبوا مع برشلونه. في زياد. حاجات كتير قوي كنت حاسس برضو انه هيفوز ماشي، كاس بس العالم. هو صح مش بس في بالمستوى. نقطة. لا بس في لامين نقطة. مع اسبانيا غير لامين أنا هقول لك بتاع على ده واحدة. غير مستواه اخر فتره في برشلونه كان مبين قوي هو رايح فين يعني. يا زياد مفيش برضه كيمياء مع اللعيبه اللي مع المنتخب. يعني اولى زبال في مورينو فالعيال دي مش اللي هو بتاع مع برشلونه. لا انا شايف ان الوظائف اصلا اللي هو واخدها في اسبانيا غير الوظائف اللي مع برشلونه خالص بصراحه. بالظبط. بدليل ان هو اصلا في اليورو حتى لما جم خدوا اليورو انا حسيت ان لامين يامال ما عملش اول كام الفرق ماتش القوي. فعلا خش العمق حتى في بتاعه العمق. معرفش فعشان كده بقول لك انا كانت متوقعه بصراحه. من المنتخبين فعلا اللي حسيت ان هم عملوا حاجه جامده، ما الناس دي ما كانتش متوقع انهم يعملوا اي حاجه وعملوا حاجه جامده قوي. والمنتخبين اللي لا خيبوا الامال قوي. انا هستارت، خلينا نبدا المره دي.
انا شايف بصراحه المانيا يعني خربت، ما كانتش جامده خالص المانيا انت بالنسبه لي. كنت متوقع ان هي تكون احسن يعني؟ اكيد طبعا طبعا جدا. حد سكواد لا. على الورق على الورق على الورق على الورق على الاقل ولا على الورق. بالنسبه للكارير بتاع اخر فتره ما يبقاش ماشي ماشي، بس هي الفكره مع بالنسبه لي الورق انا كنت متوقع ما نفسه يصعدوش اصلا ما اصلا. يصعدوش. لا بس فكره ان ناجلسمان المدرب بتاعهم ومعاهم فلوريان فيرتس ومعاهم كلام فوق بس كان باين مستوى باين يعني كان باين كان باين من بدري. انت ايه ده بتلحس اتلحس بتلحس خد حته من يا الخشب. عم كمل كريم واوبر انت عمال تتكلم فيه اخلص. المنتخب فعلا اللي كان هزيل قوي واللي عمله مهزله البرازيل. انا والله كنت استدعاء لسه والله بجد و حسيت ان المنتخب ده ماشي كله مرضيه في بعض بالحب. يعني انت فاهم وانشيلوتي بس هو ده أنشيلوتي. والاحضان لا فكره ان هو انا حسيت إن بالحب هو اتجمعنا. رضى كل الشعب البرازيلي فاهم فكره ان هو ضم نيمار. هي كانت ماشيه بالحب والله، مجامله. هي مجامله يا عم والله. وش انت شايف مين المنتخب؟ البرازيل والمانيا زي ما انت ما هي البرازيل والمانيا بصراحه، اهو. يعني حاسس ان هم الاثنين دول. واقول لك على حاجه برضو، انا البرتغال خيبت ظني قوي، مش عشان حاجه، علشان كميه النجوم. انا هي عايز اقول اسمها لك حلوة، اسمها حلوة. اقوى سكواد بعد فرنسا بالنسبه لي في كاس العالم ده كله هو حمدوني. بصراحه البرتغال قللت امالك قوي. مش قليله امانه. هي اصلا ده البرتغال. اوكي انا ماشي انا معاك، بس انا فكرة بالنسبه لي والله هي دي البرتغال يعني ماشي. زيها زي المانيا كده اللي اتخميت فيه البرازيل. الاسامي انت انما دلوقتي البرتغال ماشي البرتغال دلوقتي اصلا قلت ما لي إيه؟ بتعديش. انت قلت لي دلوقتي المانيا ما فيهاش اسامي قويه، علشان كده ما ينفعش نقول عليها حاجه زي كده. فانت دلوقتي لما تيجي تتفرج البرتغال على في سبب، بس انا لو قلته لحمادنا ما تقول طيب اتمنى كل حد. هيحكموا عليها الحد والثلاثه طب والاربعه ولا- والاسبوع كله. ولا بال مش ده كلام محترم على فكره. والله انت مين ابو العباد؟ لا يا ابني ليه مصر تديني الشطه؟ اتفضل. لا 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 يا اسطى الاطباق اتكنست، امسك هو بيحبها جدا والله. امسك. لا لا دي انا اكل ده بيتاكل. اكل فضه. ما انت دلوقتي قلت انت بس خلاص انت دول بالنسبه لك 32. البرازيل ومثلا والبرتغال، انت فكره البرتغال ايه؟ انا بقى شايف المنتخبات بقى اللي هي عملت اداء تاريخي عكس متوقع. كابو فيردي راس الاخضر اقسم بالله تكسب ارجنتين، اقسم بالله. وعلى فكره اليوم بنالتي الماتش ده انا راجل حقاني بابا. هتتكلم في الحق. اقسم بالله بتكلم بجد معاك والله. بس طب الكاب فيردي ومين تاني؟ كابو فيردي والنرويج اداءين تاريخيين جامده قوي منتخبين. جامده منتخب من مصر. بتاع مصر هقول لك انا على حاجه جدا. بس التعريض اللي حصل، تعريض من مين بالظبط؟ الاخطاء التحكيميه اللي في المباراه دي غيرت سير اللقاء. بتاعت الارجنتين. عارف ان اسامه عنده راي واحترام، خالد عنده راي، وانت نفس انا الكلام. معاك عموما. انت معايا فين؟ هنا كان مين ابويا؟ يا ما قلت لك مش شرقيه. طيب الماتش ده فيه اخطاء كارثيه ما اتحسبتش. في بتاع صلاح انا شايفها بنالتي، ممكن ناس ثانيه يقولوا على قرار عاديه. في شده بتاعت مجلس حمدي فتحي، دي في فاول، ده في وش. كره بتاعت هيثم حسن لما راح 104 يارده والحكم فكر يرجع، لو علينا عمرها ما تحسب. انا متفق معاك جدا يوقفها. والله، مش هتشيك فار حتى فيه. فبالتالي اقسم بالله في كميه اخطاء. ممكن يكون الماتش برضه هرب مننا اخر 10 دقايق، ولكن الاخطاء دي اتحسبت غيرت. بنالتي صلاح. الماتش كان ممكن يخلص 3-0. هم مستحيل يحطوا 3 جول، مستحيل. انا عامه متفق معاك فيه، بس هنا هيقول لك ايه؟ صلاح الكوره كانت سابقه وخرجت من لا حوزة مش هتكلم صلاح. خالص لا، في لا، الموضوع إسلام- ده، لأن إسلام على أنا فكرة، أقول لك إسلام على ممكن حاجة، عنده رأي. انا كل اللي اقوله لك ان المنتخب فعلا كاب فيردي اللي انا توقعت، بس اتكلم معاك في التحكيم ومصر وكده احنا مش هنخلص انا فاهم. عشان انا عارف طيب انت انت بالنسبه لك كاب فيردي ومين تاني طيب اتكلمت في القصة اقوياء؟ دي. ايه؟ نرويج. كاب فيردي ومين؟ هي كاب فيردي بصراحه اكتر، لان حتى جايبه احسن هدف في البطوله. ومين بقى معاها؟ مين مع كاب فيردي؟ جايبه حتى احسن. نرويج. يعني النرويج ممكن- بس ممكن- انا بتكلم كاب فيردي لانك انت مش عارف فيها عناصر اصلا. بس ما تفهمش انا مين فوزينيا أنا ما أعرفش مين الحارس كاب اللي ظهر مره واحده ده اصلا. فوزينيا. ما اعرفش مين كاب فيردي اصلا يعني لا كلاعيبه لا لا كان اسماء. سكواد جامد في افريقيا بشوفه يعني لا 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 هو على فكرة- خرج مصر من افريقيا 2000 ايوه احنا مدينهم تعادلوا ثلاثة تعادلوا برضه. مش معروف. اتنين، عكس تعادلوا النرويج اتنين. مثلا في اوديجارد في سورلوس احنا معانا احنا في اه. احنا مدينهم 3-0. هو افريقيا لا لا 22. هم افريقيا هم اللي خرجونا اتنين. هم اللي خرجونا مش اه. التعادل ده بقول خرج لك ساعتها المجموعه دي صعدنا مركز تاني ب3 نقط. بالظبط. ثلاث بتاع تعادلات. زيمبابوي. طب انت مين بالنسبه لك يا ابو العباس؟ مين ايه؟ المنتخبين بامانه اه منتخب مصر. ومين بقى؟ منتخب مصر الاول وبعد كده اي حد عايز نحط. بس أنا- اللي عملوا منتخب مصر والله مش عشان احنا مصريين. اه والله بجد أقسم بجد بالله بجد بتكلم مش عشان والله العظيم مصريين. والله بجد مش تطبيل بجد. بس شفت اسبانيا تطبيل. اللي خلى اصلا انك تكون بالشكل ده ان البطوله بتتبنى بيها المنتخب. ماشي ماشي انا هنلعب معاك. لا بس بعيد عن انت الكورة. كوره بعيد عن الكورة. كشكل وككل حاجه برضه. انا لو بالمنتخب ده في النقطه دي منتخب مش هصعد. انا عايز هقول لك ليه؟ لان انت بقى المنتخب بتدي فرصه للمنتخب اللي هو ياخد مركز سادس، ولا يبقى مركز سادس ان هو يصعد كده كده هو ضامن تاني. يعني كونه ان هو بيتكلم في ان المنتخب اللي اتقال ما توقعش ان هو يعمل كده بالظبط. كاب فيردي أي كانت غريبه عكس منتخب مصر. انت اصلا المجموعات مساعداك المفروض اصلا انك طب يا خالد، ثواني هقول بس لك على حاجه، هقول لك على حاجه. ثواني بس. اصلا الطبيعي خالد ما هو انت توصل بالنظام نص القديم مستحيل كابو فيردي اصلا تدخل اصلا مرحله نهائيه. ماشي ولا انت. واحده واحده. لا انت تدخل اصلا تخرج. انت اصلا اللي اتقال دور 32 9 منتخبات افريقيه. مستحيل يا راجل، مستحيل يا راجل. طب هي مجموعه كاب فيردي برضو ما هي تعتبر زي مجموعتنا. ماشي، ما هي السعوديه واوروغواي واسبانيا دي مجموعه الموت.
انت بتهرج؟ لا مستحيل طبعا، لا ما هو يكسب مين السعوديه يصعد. ليه مجموعه موت؟ لا مش مجموعه لحظه واحده، هي اسماء وعلى الورق مش مجموعه احنا لو في المجموعه دي ما الموت دي نصعدش. كان أوروجواي مجموعه وإسبانيا. لا ثانيه واحده. السعوديه، لا السعوديه جامده ثانية جدا واحدة. على مجموعه الورق. الموت على الورق. مجموعه الموت المانيا اكوادور وكاب فيردي وكوت ديفوار سوري. والاكوادور جامده قوي دي مجموعه موت بجد. ماشي، بس كابو فيردي مع اسبانيا واوروغواي. يا ابني اوروجواي ما والسعودية. عندهاش حاجه. مين في ماشي، بس اوروجواي؟ منتخب برضه منتخب مونديالي برضه. هو منتخب مونديالي يا يعني انت جماعه. مقتنع كده وانت بتقولها على الاوروجواي مش مقتنع وانت بتقولها على مع المانيا؟ ان اقسم بالله جماعة، توقعت كابو ماشي. فيردي توصل والله. انا المانيا عايز لان المانيا احنا بس زي هما ما ما قال لك من كسبوش. فتره احنا عارفين ان المانيا مش المانيا. بالظبط. هي كاب فيردي كويسه وكل حاجه، بس هم ما كسبوش، هم تعادلوا ب3 ماتشات. بالظبط هو ما خدش ماشي، ولا بس ماتش. بس برضه يا خالد انا بقول لك المنتخب ده يبقى انت بتتكلم كمستوى مش كوصول. لو بالنظام القديم فهي طب. ايه اتفضل يا ابويا. هنخش بقى في الراوند اللي بعده. ثانيه بس، يبقى انت بتتكلم كمستوى مش كوصول. ايوه احنا طيب. كمستوى. الوصول كان متوقع. مين افضل مدرب في البطوله يا شباب؟ حتى الان حتى الان البطوله خلصت اصلا. خلصت. انت لا لافوينتي اقسم بالله العظيم يا ملك غير العاده. زي ما اسلام قال لك عجبني قوي لما قال لك منتخب قال لها مجاملات. يورو نيشن ليج او دوري مع مونديال، مع سنه اولى مونديال على فكره لافوينتي اعتقد، لان ما لعبش. هو تقريبا اول مره درب منتخب دلافوينتي كان اسبانيا. بالظبط. لا لو كان ماسك الفات السنين تحت ال 20 سنه. ايوه انا فاهم. انا ما اعرفش بس- اصلا ان هو درب اصلا غير اسبانيا. انا شفته في اسبانيا ما لافوينتي ما دربش اي فريق تقريبا. لا عمل من النجوم اللي هم المغمورين، طلعهم فيرست تيم، حاجه عظيمه. ميرينو واسلام واورازابال، وكمان انضمام لعيبه باسكيه للمنتخب دي ما بتحصلش غير في النوادر. وناس لا بشوف ان اللعيبه الباسكيه عادي بتنضم بس مش كتير. من النوادر. يعني انت هتاخد مثلا بورخا جلاسياس ده بتاع سوسيداد، طبعا هو نادي باسكي واللي هو الاسترايكر بتاع هو زبال. ما باسكي بتاع هي سوسيداد. زيلتا فيجو باسك. سيلتا فيجو باسك لا الاسترايكر اللي هو بتاع زيلتا فيجو. لا سيلتا فيجو ده نادي تبع غاليسيا، كليب غاليسيا ده حاجه ثانيه. ده كليب الراجل ما خدش ولا لاعب من ريال مدريد. عشان مدريد ده ايوه ما هو صح. عشان هو كلعيبه. بس لا هو برنس. اصلا لا وخلي بالك هو بالظبط، عشان كده هو لا مجاملات. مش بيفضل برشلونه على مدريد، بدليل ان هو مثلا لما بدليل اللي هو مورامي جايب على الدكه. بدري جاب هو عادي. اصلا خد 8 منهم طلعهم. اللي هو حسيت كمان ان هو لو لامين يامال هو عنده بديل للامين يامال هينزله اقول لك على حاجه حلوه، وناسي مع بالبوكا متالق اكتر من خوان جارسيا بالارقام. يعني ده ثانيه بس، يعني ده مش بس كاس بتاعت عالم رايا دي برشلونة. غريبه. ايه؟ لا ده مش كاس لا، عالم لا، لا، برشلونه. مش كاس عالم مش كاس عالم ده كاس عالم دلافوينتي واسبانيا بجد. جدا والله العظيم كاس عالم جدا. اسبانيا عامة. يعني لا يعني يا مش زياد يا زياد بس لعيبه حتى المتالقين في برشلونه كان كوبارسي واولمو بصراحه. بالظبط. ولامين يامال بس كان على مستوى النادي. هو ما لعبش الماتش السعوديه. بالظبط وما كانش خطيب برضه قوي بس فيران توريس لما كان بينزل كان بيعمل شويه لبرشلونه. نفس الموضوع بتاع بص برشلونه. خليك فاهم ان مع إنه اللعيب عندي اللي أصلاً بينزل بيصلي على الكلاسيكي كرسي اللي عنده بينزل في الاخر ده يعني بيبقى عنده باور بس ممكن مورينيو دي كانت برضه قصه ان لافوينتي حافظ على المنتخب كارقام ان هو ما سابش غير جول واحد في الماتشات كلها. دي مصيبه سوداء على فكره. ده اول منتخب في التاريخ يعمل الرقم ده. انا عايز اقول لك استلم ان هدف؟ استلم في التاريخ كان ما حصلتش. انا شفت منتخب اسبانيا ده خبيث قوي. ما رجعش في يعني ما رجعش اصلا لا ما دخلش فيه غير جول واحد عشان هو بس. هيرجع ازاي؟ حتى ما الواحد بيجيب ده جوان. حتى الواحد ده ما لا، كانش ثانية. مأخره مثلا بالظبط. رجع. انت بتتكلم على الجول بتاع كاب فيردي؟ ما جاتش لا جوان. لا مش بتاع كوفرد. لا لا كاب فيردي تعادل 2. لا ده كان ماتش اوروغواي. اوروجواي لا اوكي، 0-0. لا خلص الجول 0-0. الوحيد اللي دخل فيها من بلجيكا. بلجيكا. بلجيكا ولا اوروغواي؟ يبقى بلجيكا. بلجيكا اللي هو بتاع تقريبا الاسترايكر بتاع بلجيكا او لوكاكو دي حاجه زي كده تراري ده. لوكاكو؟ دي كانت لا لاري. لا الماتش ده كان خلصان 1-1 ومش عارف ايه وبعد كده دخلوا اكسترا تايم واسبانيا كسبت في الاكسترا تايم برضه 200. كان ابويا انا مش شراوي. احسن ناس كمل زي هو دي مين احسن مدرب في كاس؟ هو ده ليفوينتي. اعتقد هو كده كده انا قلت له عامة متفق مع كل كلمة قالها في فكرة دلافوينتي ما ان هو عملش مش زي مدرب زي مجاملات انشيلوتي وجامل نيمار، ما مزاجك. عملش زي يا مزاجك. لامارز يعني البرتغال ده كان ناقص اصلا حسام لا حسن. استنى بس ما عملش زي البرتغال ما عملش زي البرتغال وما عملش زي ما انا عايز اعرف البرتغال عمل ايه؟ اضرب يا ابراهيم اضرب يا ابراهيم انا عايز اعرف البرتغال عمل ايه؟ حتى سكالوني برضو كان بيجامل، يعني كان بيلاعب اللعيبه بتاعت اللي هو باريديس كاس العالم اللي وامبارح فات. ما قاعد لوتارو على- ده بيهرج يا ابني. يا ابني نيكو باز قاعد على الدكة أنا بتعمل عارف ايه نيكو باز، نيكو باز؟ طب هو باز ذنبه ايه؟ ان هو قاعد على الدكه. انا باز. هتلاقيه باز. لا بجد والله، يعني هو ذنبه قاعد على الدكه والله. يعني انت منين؟ انا مش هينفع كده. انت منين والله؟ انا مش شراوي ابويا تعمل ايه؟ فهو يعني ليفوينتي باز ذنبه ايه على الدكه؟ عشان هقول لك ولاعب هداف على فكره. هقول لك على حاجه، عشان هو بيلعب على ميسي. انا بيلعب في مكان ميسي. ممكن بتتقال مش ممكن مش طيب ممكن يعني- مش ممكن بكاري جسام. لا والله يا حبيبتي يا ماما افريقيا. مين افضل مدرب في كاس العالم يا ابو العباس؟ انا شايف دي لافوينتي زي ما الشباب قالت، بس انا لو هتكلم في مركز تاني بعد منه انا هحط كابتن حسام حسن. بصراحه عمل بطوله عايز تاريخيه. عقد مع المنتخب. خلاص العقد اتجدد 2030 بقى معلم علينا. لا، هو أنا- عايز أنا- يشتغل في عقد، هو عايز شغلانه مع انت المنتخب. ساكت ليه؟ انا مستني دوري. محترم قوي. شافعي افضل حارس في البطوله كان مين؟ جول كيبر كابو فيردي راس الاخضر فوزينيا 41 سنه. مش حاسس ان سيمون علشان هو خد كاس العالم والكلام ده كله يبقى احسن اكيد منه؟ طبعا هو عشان منتخب بطل كاس العالم، بس فوزينيا ده عمل ماتشين قدام اسبانيا والارجنتين
عمل اكتر من 15 صد محقق وحاجه تاريخيه جدا، وعلى فكره دخل التاريخ بالارقام دي كلها يعني. انا 40 سنه ده اصلا 41 سنة. 41 سنه كان فاضل له اصلا سنه ويكسر رقم عصام الحضري. وعلى فكره خلي بالك هو كان اصلا قاعد بقاله سنتين من غير نادي، خلي بالك معلومه. ده قبل كاس العالم؟ بالظبط يعني فده كان بيلعب في الدوري الثالثه البرتغاليه. هو لغايه دلوقتي من غير بالظبط ف لا دلوقتي قال لك هيروح امريكا تقريبا. هيروح لسه هيروح انتر ميامي تقريبا او هيروح اورلاندو حاجه في امريكا يعني عامه ده اللي سمعته. بس هو حارس عالمي ممكن نخش في الصراحه يعني منتخب مصر شوبير بصراحه. انت النهارده حاسك بتتكلم فكره اللي هو ايه شوبير والله. حاجه اتكلم لا بامانه الراجل ده فاهم، هو عايز ياخد عقد مع المنتخب بس انا معاه. شوبير والله العظيم شوبير كان على بيلمح بيلمح جاب الميبال بعيدا عن الحارس ده يعني بعيدا عن الحارس ده شوبير بصراحه. انا شايف هو اوناي سيمون هو الراجل ما دخلش فيه جوان ولا دفاعه حاجه، كان حلو بس في نفس الوقت هو ما كانش بيشيل. يا ابو العباس معلش هو ما عملش تاثير مع انا اسبانيا اسف، جامد. انت بتقارن ايه بايه؟ دفاع اسبانيا ولا دفاع كابو فيردي لعب قدام انا معاك انا بدوم صوت لصوت. ما طبيعي ان الرباعي اللي دفاع ورا منتخب مصر اللي كان برضه فيه اصابات. هو انت بتطلع مره واحده كده عامل ازاي؟ ماتشات تقيله في ايه يا عم؟ بصراحه انتوا ليه يا جدعان عقده الخواجه؟ خواجه هم ما 3. كانت من شويه ما شويه ايه؟ هي عند شبه وحشه وعند ابو العباس حلوه، انت منين ابويا؟ انا مش شراوي. عشان اصلي كمل ابويا. في عندك اللي هم 3، الحارس اللي هو قال عليه، فوزينيا، الحارس اللي هو قال عليه، وبونو. مين بقى اللي هو قال عليه؟ بره بونو التاريخ. مين يا ابويا؟ بونو مين؟ ياسين بونو. ياسين بونو مين اصلا؟ وياسين ابراهيم مين؟ هو بونو كان حلو في ياسين الخواجة. بونو حلو البلديات. لا شال برضو كتير. شال ايه يا اسطى؟ شال في ماتش كماتشات البرازيل. ما ظهرش بس كانت ضربات ده جزاء. البرازيل اصلا الماتش اصلا ما جاتش ماتش البرازيل ده مش اللي هو ما جاتش بيه يا جماعه. شال ما كانش خطوره ماشي، المنتخب ماشي. المغربي اكتر منه برضه. انت لسه قلت البرازيل يعني مش لا هو في اللعب ما جاتش البرازيل ما جاتش لا البرازيل ما جاتش غير الجول بتاع فيني وبتاع لا ما فيش غيرها. انت بتتكلم بالنسبه لمنافسه المنتخبات. ايوه ما دي بتاعت مغرب ومغرب ومين لما خرجوا بلانتيات. المغرب خرجت مين بلانات؟ هولندا. بالظبط هو ظهر هنا بس بلانتيات، ظهر هنا بس بلانتيات. هو فعلا عنده تكنيك في البلنتيات كده غريب جدا صوته هو ده لقطه. بس انا بالنسبه لي شوبير صد ضربات جزاء بس كانت ماتشاته صعبه. وشوبير صد بميسي وصد في ماتش تاني اعتقد. لا وصد واحده بتاعت ماتش ايران بتاعت مهدي طرمي برضه الاسلام برضه ضغوطات يا جماعه. فهو وكمان ماتشاته كانت اصعب على فكره جدا. فانا بالنسبه لي بقول لك شوبير بصراحه. لا بس برضه انا عايز برضه اقول حاجه في حته سيمون ده. بس سيمون ده ما حدش شاط عليه جدا عشان بقول لك اصلا رباعي الدفاع بيلعب اصلا عليه فهو ما ينفعش يدخل اصلا ان هو حارس كويس بالظبط لانه ما دخلش اختبار حقيقي. كده عندك الارجنتين 90 دقيقه ما شاطتش جول بالظبط. البرتغال ما شاطوش لا هو ما شاط الكوره في 16 حلو. فرنسا عملت ايه؟ فرنسا ما عملتش حاجه برضه. بمناسبه بقى ان احنا يعني فكره يعني ان احنا بنقول ان في منتخبات مش شايفين ان هي ما تستحقش ان هي توصل للليفل اللي هي وصلته ده. مثلا ارجنتين انت شايف ان لو كان منتخب مصر ارجنتين عدى الارجنتين او منتخب مصر بشكله اللي لعب بيه كاس العالم ده كان ممكن يتعب من ريتم. انا ما بهزرش والله بجد بجد والله كان ممكن يتعب من ريتم. كان ممكن باك فعال قوي كده يتعب. انت بتتكلم في فكره بدني وكده يعني فنيا بدني اللعيبه نفسها بتبقى قادره فني وبدني انا يعني ما كنتش شايف انت كان ماتش الارجنتين بعد ماتش الارجنتين لو كانت مصر عدت الارجنتين دي ما كانتش توصل مثلا فاينل كان ممكن اللعيبه جالها شبع سيمي حسوا. لا مش شبع ممكن بس شبع. هو اصلا بدا العرق اللي هو اللي بيظهر في ال10 دقايق ده هو بدا من منتخب مصر في ماتش الارجنتين. يعني لو كنا عدينا كان هيبدا معانا من اول ماتش سويسرا من اول دقيقه بقى. مش بس ما كناش هنقابل ميسي. انا فاهم بس انت برضه كنت هتحس بسوء المستوى قدام فكر الريتم نفسه وفكره ان البدني بتاع اللعيبه دي بدني واصابات. بس هقول لك على حاجه غير اللاعب الاوروبي. اكيد طبعا. هقول لك على حاجه احنا لعبنا في البطوله كل 3 ايام. احنا لعبنا في البطوله 5 ماتشات في ال5 ماتشات احنا كنا الطرف الاحسن بامانه. ما عدا لا ما عدا ايه انت ايران لعبت شوط وحش وشوط حلو. بس في برضه ماتش لعبته كامل عكس شوط اول نيوزيلندا تقريبا كله كان وحش لعبت اخر 10 دقايق. فانت في ماتش وشوط ما لعبتوش حلو. انا بلجيكا بس يا جماعه بس معلش بس كان ايران ماتش هم قدام ايران انت نازل صاعد الناحيه الثانيه الناس دي مموته نفسها. هي الفكره دي وخلي بالك انت مش مقياس بس بيتكلم على الاداء جوه الملعب ماشي بس عادي جدا. دوافع برضو بتفرق. تمام ان فرقه بتلعب على ان هي عايزه تصعد ولازم تسجل وانت مش في دماغك. بدايه ان هم كانوا مسكوا اول اخر ربع ساعه مسكوا اخر ربع ساعه طبيعي العارضه والبنالتي اللي هي او الجول شوبير طبعا على انا شايف عشان هي ضغط بس من ايران ان ايران عايزه تصعد. لازم جدا طبعا بالتعادل. نفس الفكره برضو اللي حصلت بس خلي بالك اللي اختلف هنا ان بالنسبه لي ان مصر دفعت قدام ايران ودت الحته الدفاعيه دي ودي حته وحشه فينا. حلو ما عملناهاش ليه بقى قدام الارجنتين. انا اوكي انا معاك فكره حسام عبد المجيد ينزل وما ينزلش بس على الاقل قدام الارجنتين
كنت ظهرت بحته دفاعيه انت كسبان، ليه حسيت بس ان في أنا هجوم؟ شايف- ممكن انت خدت الشجاعه شويه. والله هي فكره شجاعه، بس بالظبط. انت دفعت قدام انت ايران. طبعا ده بتستنى على معلش الاخطاء بس التحكيميه طبعا. ممكن ده بس كده يعني كده. اقول حاجه جدليه شويه. انا قول متفق لي. مع حسام حسن، اللي عمله ده هو الصح. ان هو يهاجم. اه طب انت ليه بقى ما هاجمتش؟ لعيبته هي خذلته، على فكره هي برضه لا مش درجه لعيبه، لعيبته مش درجه لعيبه. خذلته. تريزيجيه هو لا السبب. لا لا ده موضوع كبير قوي. هو السبب من في الجوان. الافراد. بس انا هتكلم معاك في نقطه، ماشي بقى جزء من المنظومه يا اسلام. هو لا. برضه يا جدعان جزء نفسي عشان نبقى متفقين. انت اصلا كده دايس على الارجنتين هجوميا، مش عامل حسابك انك تدافع. نفسي بعد الجول. انت حتى بعد ما جبت الجول الثالث اللي هو اتحسب اوفسايد ده اللي هو التاني ودخل فيك الثلاثه من الارجنتين، انت برضو ما قفلتش، انت رحت عليهم بهجمه، قصدي الثاني من الارجنتين مرموش. وتعادلوا، رحت الكرة بهجمه بتاعت صلاح. مرموش اللي هي يعني كانت حتى ما جنب الأوفسايد. فكرتش مثلا انا اقفل، لا انا رايح بهجمه، انا هلعب نفس الجيم. هي الفكره انك ذهنيا انت على فكره كونك انت جوه الملعب غير وان انا قاعد بتفرج من الشاشه. طبيعي. على فكرة انا والله- لبست جمله، احنا اصلا قاعدين بره لابسين قاعدين كده مش مصدقين ان احنا كسبانين 2-0، ما بالك اللاعب جوه الملعب 2-0 وخلاص 10 دقايق بيبص على التايم مره واحده بقى 2-1 خلاص بيموت بقى التاني خلاص كده انتهت لا بس نفسيا. هي نفسيا. هي انا مش شايفها نفسيا على الأقل. فنيا لا ما تقوليش حسام عبد تريزيجيه. المجيد والكلام ده. طب نسمع رايك طيب يا شافعي. الارجنتين ده عمرها عندها معاناه في كاس العالم، تخسر ماتشات افتتاحيه كتيره جدا. سنه 90 قدام الكاميرون بتاعت روجيمي ده أولمبيك. اوكي. لا روجيمي ده كان بيلعب معاهم بس كان آه. جاب الجول الاولمبيك. نيجيريا و98 غير 2002 وغير 2006 وغير 2010 2010 دي كانت في ودي الضياع. كان طبعا معاهم مارادونا كان معاهم مارادونا كان بالظبط. مدرب اصلا. وطبعا بتاعت السعوديه بتاعت قطر، فهم دايما هم عندهم خسروا معاناة. اول ماتش اصلا مع السعوديه. عندهم معاناه كبيره جدا. دايما لما هم بيكونوا متاخرين بيعرفوا ازاي يرجعوا بعيدا بقى عن منتخب مصر او التحكيم. ما نفس أو اللي حصل زي- مع سويسرا مثلا، ونفس اللي حصل مع كان انجلترا. واسبانيا ما- 2010 لما نفس خسروا من سويسرا 1-0. ما انا بتكلم ورجعوا. فكره ان الريمونتادا دي اصلا احنا شفناها من الارجنتين في كاس كذا العالم ده، سواء ماتش. قدام مصر سواء بس انت قدام- برضه ما اتعلمتش من اللي حصل مع السنغال قدام بلجيكا. ما انت ما اتعلمتش منه، انت نفس اتعلمت العشر منه في دور ال دقايق 16 برضه، هي نفس فكره نفس 10 كل ده. نفس حفظت كل برضه. السكريبت خلي بالك. بس الخلاف الوحيد ان بلجيكا وصلت مع السنغال صح. يا اكسترا تايم، احنا ما وصلناش. بالظبط. بس كنتوا متوقعين المستوى ده من منتخب مصر، ولا كنت شايفين ان انت لا هي دور مجموعه؟ انا عن نفسي متوقع بصراحه الوصول بس المستوى لا. 32 وشكرا. بس لا توقعت 16. انا زي اسلام فعلا بالظبط، الكلمه دي قالها حلوه قوي. انا توقعت فعلا ان احنا نوصل، ان انت هتعدي كده انت هتلاعب نيوزيلندا وفي احسن توالد وفي القصص كده، بالظبط فانت تعدي. كتير على فكره. الفيفا مديك اصلا يعني فرصه ان انت هتصعد يعني هتصعد بالظبط. بس عارف الفل الفكره ده. بالنسبه كل لي حاجة إيه؟ بتقولك هتصعد. لا الفكره بالنسبه لي في المستوى اللي انت ظهرت بيه، انت كان المستوى ممكن كان فعلا تصعد غريب. بشكل دفاعي، بشكل زي مثلا احنا شفنا الشكل مصر التقليدي بتاعك. اللي هو بالظبط. اللي مش تقليدي. لذيذ من إنما بعد أنت جيل ابو تريكة. اتفرجت بقى على كوره. انت هو مين ال- يا ما ال- بتشوفهاش. ال- منين؟ هو الصراحه اللي كان غريب في كاس العالم برضو في منتخب مصر ان انا توقعت ان احنا كالعاده في اي بطوله بنخش هننام ورا. ببلان ايه اللي هي هننام ورا، ما عندناش بي بقى وسي وعندناش ودي اللي خدناها خدناها تعادل. تعادل في افريقيا. اه دي اللي خدناها في الغريب افريقيا مع ان انا السنغال لقيت اصلا. بلان ايه بالظبط، وبنلعب وبلان بي واحنا معانا الكوره وبلان سي واحنا بندافع وبنهاجم لا انا وبنطلع اكتر مرتدات. حاجه عجبتني فكره ان احنا بنطلع بالهجمه على الارض، يعني بالظبط. مش كل كرة عليه. بقول لك دي كانت برضو ده الموضوع ده بقى. من ضمن أنا الحاجات الموضوع اللي ده كانت بجد دي غريبة. الموضوع بقى أكتر حاجة. بتاع طفش الكرة قدام لصلاح وصلاح زي ما هيتصرف. تيجي لو فكر برضه بصي صلاح اه. محمد بقى عمل منتخب صلاح تاريخي. هي صراحه عملها عمل فكره ان هو مونتاج تاريخي نزل بصراحة. نزل تحت دي بصراحه كانت جامده محمد أوي. صلاح محمد صلاح مع دخول سلوت العمق معلش اسطوري. حسن. ايه بالظبط مين اسطوري. حسن؟ هو اللي عمل دي كده بالظبط. حسام حسن. سلوت ما عرفش يعملها، سلوت انا عايز بس اقول لك سلوت ده عطلان والله يا عم. بجد ما عرفش بجد. يدخل صلاح لجوه. لا لا العمق. فكره العمق صعب عليه. بص لا فكره دوري. ان حسام حسن شاف ان صلاح مش قادر يدي، او صلاح ان هو كبر في السن كسب شويه. على فكره يدي على فكره يدي ماشي. ما انت ماني يدي عادي جدا. ماشي بس يعني. فكره ان صلاح والله حسيتها ان احلى انا معاك لقطة اللي هو لاحظتها. حته العمق دي اسطوريه. انا حته معاك العمق دي جامده قوي أسطورية، بصراحه. أسطورية، صلاح أسطورية. الاسيستات بتاعته، انا كل كره حرفيا صلاح بيحاول ان هو يعمل ثرو او يعمل باص لحد، انا بحس ان هي بخطوره بس جامده برضه قوي. على فكره عايز أقول لك حاجه برضه في برضه حاجه سلبيه برضه حسام حسن ما عملهاش ان هو اصلا ما بداش كل ماتشاته يبقى حسام حسن اساسي. لا ما هو خلي بالك لا إحنا ده فرده كان- تقيله قوي ماشي. قوي قوي يا خالد كان في بجد والله. قصه ان معاك. هو متجنس لسه فرنسي ومش عارف ايه وصول تونسيه وفرنسي هقول قال لك على القصه حاجة دي وما ينفعش يبدا، يعني ما مش عارف دي وجهة حقيقه نظر. ولا لا لا. مستحيل طبعا. لا انا شايف ان هي مستحيل فعلا ان اللعيب استدعى وموجود في مالهاش القائمة. علاقه يا ابويا. ممكن يلعب اساسي او اخر بس اقول لك على حاجه، انا كنت شايف ان هو حسام حسن بيحاول يعتمد على اللي منه قوي، اللي هو فاهمينه قوي. خد بالك برضه هو الروح. لغه ثانيه ماشي يا اسلام بس هو معاه وسط لاعب اللغة تانية. معاه لاعب عقليه اوروبيه. لا يا بس إسلام. هو الروح. عقليه كواليتي اوروبي بس مش عقليه لا عقليه اوروبيه فاهم يا قصدي؟ إسلام. مش الجنسيه فاهم. بتاعتك قوي، هو هو بيلعب على عايز الروح. اللي منه واللي فاهمه بس واللي نجري دارسه واللي يعرف ونهزق يتعامل ونعمل. معاه بس ده اكتر بيفرق. من اللي هو لسه هكتشفك. صح. انت عندك كواليتي هحتاجك هعينك لماتشات مهمه بس زي غلط. الأرجنتين. وده اللي ظهر منه لما لعبوا 10 أكتر. دقايق. غلط من ان هو في الماتشات اللي احنا كنا كسبانها وفي اخر 10 دقايق والحاجات دي محتاجين. كلها كان المفروض آه. يجي. بالظبط. طيب احنا دلوقتي خلصنا مصر وخلصنا القصص بتاعت مصر دي كلها. اسبانيا وديلافوينتي عرفوا ان هم يلعبوا صح في كاس العالم، وان هم
يطلعوا بسلم تدريجي. يعني مثلا احنا شفنا منتخب زي فرنسا هو ظهر من اول يوم في البطوله ان هو بيهاجم وان هو شرس. بيكسب سكور و منتخب اسبانيا حرفيا ما حدش خد باله منه طول البطوله. فكره ان هو بيصعد تدريجي، يعني مثلا في دور المجموعات ما عملش النتائج الجامده اللي ما فيش منها اتنين، لا هو واحده واحده. شايف ان اسبانيا قدرت ان هي تعمل كده فعلا ولا جاب معاها ولا ايه بالظبط؟ اسبانيا كانت الناس كلها مستنيه ان هي تخش بس ايه الادوار الاقصائيه عشان يشوفوا برضه المستوى الحقيقي للمنتخب ده. كابو فيردي اول ماتش تعادل، بعد كده اوروغواي، ولا اخر ماتش اوروغواي؟ اخر ماتش كان اوروغواي، يبقى السعوديه وكسب السعوديه. كسبوا السعوديه 4 تاني 4 ماتش. 0. كسبوا السعوديه 5 او حاجه زي كده. تاني طبعاً ماتش ده كان سكور، تاني ماتش. تاني ماتش واخر ماتش بتاع اوروغواي. طبعا يعني هم رجعوا من تقدم اوروغواي، فبالتالي برضه كان كل الناس برضه محتاجين يشوفوا اسبانيا مع منتخبات قويه، لان انا مش شايف ان هم لا واجهوا منتخب لا قوي. يعني انا بس طبعا خدعوني. كابو فيردي ماتش التاريخ، ماتش الحياه، مش هيجوا تاني. إسبانيا. انا فاكر ان لا بس اسبانيا كان طريقها لا صعب. مش فكره الطريق صعب، فكره ان هم ما عملوش الحاجه مش الواو منتخب بتاعت قوي لعبوا مثلا بتاعت يا فرنسا. زياد، مش منتخب لا، قوي لا. لعبوا. لا يا راجل، ما هو لاعب البرتغال ولاعب لا، بلجيكا. انا بتكلم في دور المجموعات، عشان كده بقول لك كل الحمل كله بقى ايه لما نشوف اسبانيا بس منتخب قوي الأوروجواي- زي الارجنتين لما قلنا لا منتخب قوي وخرجوا. بس هو انت بس. بتقول ما قدمتش اللي هي، انا شايف اللي هو ما قدمش اللي هو في الهجوم. ودي كانت أنا متوقعه. بتكلم لا لا، مجمل لا ما جوش يا لا، جماعه، هو التاثير مين اسبانيا؟ ما جوش لا. في المجموعات يا جماعه، ما جوش بالشكل اللي هو متوقع. اسبانيا أيوة، تعمل. هو- ماشي، ما ده هجومية. الشكل التصاعدي اللي بقول لك عليه. هم ظهروا بشكل تصاعدي واحده ما ظهروش زي 1-0 فرنسا 2-0. ستار. انا فاهم، بالظبط. بس انا بتكلم ان هم كاسبانيا دفاع، حارس، نص ملعب. بس تعالى في الهجوم فيش. انا متاثر هجوميا ليه؟ مم. بلعب على عنصر لسه شاب، لسه اول كاس عالم ليه، ما هي دي اللي بتكلم فيها بقى لامين على يامال. فكره لو فعشان كده لو جيت تبص في التوب فور هو اقل منتخب مسجل اهداف. بالظبط. وده نفس فكره مين 2010. اسبانيا؟ اه لا مش اقل منتخب. اقل منتخب ما مسجل عشان أهداف. السعوديه لا، مش لا هي والسعودية فكره توب والسعودية. فور. مش لا هو بيتكلم في توب اللي هو فور. انجلترا وفرنسا اسبانيا والارجنتين. الارجنتين اقل منتخب مسجل اهداف في اسبانيا. لا انا مش ماشي، بس متوقع بس هو من عنده مشكله في الهجوم. من القمه من التهديفيه. القمه. بس ايوه أنا بتكلم ماشي، بس بس هو كده. الفكره ان انت بتتكلم هو اسبانيا فقير هجوميا. لا مش فقير هجوميا. الفرص تهديفية. بتضيع بشكل موضوع معاه مستفز. موضوع معاه اللي هو بالهادي، اللي هو انا مش عمالش زي مثلا زي المانيا وراح كسب 7 وبعد على كده فكرة- اختفى. على فاهم قصدي؟ فكرة حتى عمليه على- التسجيل كنت تلاقي عناصر غريبه بتسجل، زي انك تلاقي مثلا ميرينيو، أوريزابال مثلا. لا، فيران توريس وفي اللي ماتشات كأس العالم. اوريزابال كان بيغيب فاضطر انزل فيران توريس. بالظبط. لا فانت عناصر- متعود، لو انت متعود على انه جماعة. تكسب لا تلعب. بس لا هي أيوة، دي معاك اسبانيا فيها. عموما. هي دي اسبانيا، هي طول عمرها انا لا، بمسك لا. الماتش عشان كده بقول لك أخنقك. سويسرا 2010 كسبوها، بعد كده كسبوا هندوراس 1 وبعد كده كسبوا مين تاني معاهم في المجموعه؟ كان حتى مش عارف كان يعني مين. انا اسف حتى يعني 1-0 البرتغال، 1-0 المانيا. هدف هو ضعيفة. هيخنقك. بالظبط. تعالى بص كده على النهائي، تلعب بس. بلعب 4 اشواط وسويسرا انا اسف هدف، والهدف جاي اللي هو يعني بعد 16 فرصه، بس 16 بس كوره. هما ما وعايز بيحسبوهاش اقول لك كده. تعالى بص على الفينش. بس الاسلام في النهايه ثانية، امبارح ماشي هي- انا فاهم. هي تعالى تلعب. بص على الفينش، حتى انا عارف ان مارتينيز صد 11 بس واقعيا مثلا مارتينيز جاي في ايده في من كور 11 كده 6 7. ايوه بس أنا ماشي. في كور اصلا لو في لامين تلات يامال كان دقايق شوط فورمه كتير أوي. لو لامين يامال كان فورمه في ماتش زي ده ما يعرفش يكون يفرق فورمه قوي. من غير ما تفتح يفرق له قوي، ناحية يفرق تانية. قوي. بس لا على لا في فكره كور كتير قوي مش عارف يشوط. بس مفيش انسجام برضه مع اللي معاه، مع اللي حواليه، مع الزملاء برضه. عشان كده بقول لك هي مشكله هجوميه مش ايوه هجوميه معاك. بس مين بيلعب معاهم كتير لامين يامال. تقييمك لاسبانيا في كاس العالم ده كان عامل ازاي؟ تقييم من 10. من 10؟ لاسبانيا. لاسبانيا اه ممكن 8 من 10. نفس الكلام. 100 من 10. معلش يا شايف هعطلك على اللي انت بتعمله معلش. اتفضل يا بابا. طيب تقييمك لمنتخب مصر من 10 في البطوله دي كام؟ كاس العالم اه ممكن اقول 6.5 من 10. تقييمك يا اسلام كام؟ 10 تم انجاز المهمه بالنسبه لي. انا بالنسبه لي 10. انا حاسس انك مش مركز مع فكره التقييم اكتر من فكره الاكل. بالعكس والله انا كان نفسي اوصل بعد الارجنتين العب قدام سويسرا، اكسب سويسرا وبتاع، بس كان توصل نهائي. فده اللي قلل التقييم من وجهه نظر اه حضرتك. أنا عشان دي كده الفكرة 6. بالظبط. بس 6 ونص دي صعبه قوي. انت بس على فكره برضه انت في المجموعات برضه انت مش كل الماتشات انت بتلعب كويس زي ما اسلام قال لك. انت قدام ايران وقدام نيوزيلندا في الاول واستراليا. لاعب ماتش وشوط يعني، بس الفكره كلها ان انا بقى عندي اصابات 3 لعيبات بالظبط. صعبه عندي، وان انا لعبت الارجنتين. طيب ما دي حاجة وإن أنا- تعلل الريتم بتاع وبعدين التقييم انا بتاعك، وصلت الريت نفسه. وصلت تعلي. للتارجت بتاعي دور 16 تم انجاز المهمه بالنسبه لي. على فكره اقول لك على حاجه، هو 6.5 ده اصلا تقييم على 48 منتخب، فطبيعي انك تصعد وطبيعي انك تعدي وطبيعي انك توصل. بس ما توصلش بالشكل ده. طيب تقييمك لكاس العالم، سيبك من مصر، تقييمك لكاس العالم كله كان بالنسبه لك فكره الأجواء؟ النسخه دي النسخه لا النسخه دي 100% نجاح باهر فشخ. انا عايز اقول لك انا من اكتر الناس اللي قبل كاس العالم ده قلت ان النسخه دي هتبقى فاشله جدا. بس بجد بصراحه عشان الكراسه طبيعيه لا علشان والظاهره طبيعيه. لا ممكن عشان بس الكلام يعني. ده اللي هو حصل في كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت بالظبط. بتاع تشيلسي وبنفيكا اه ماتش 5 ساعات تقريبا. قعد فعلا كان 5 ماتش ساعات او أساسي. 6 ساعات. انت قاعد مستني ماتش 6 ساعات. فين العواصف؟ ماتش ويف 4 ساعات لا انت دلوقتي والله. مفيش. ازاي مفيش؟ لا توقف في ماتش فرنسا. ماتش واحد بس بس في فرنسا لا والعراق. لا بتكلم فرنسا. على تشيلسي وبنفيكا كاس العالم للانديه ويف 4 لا ساعات. انا بتكلم دلوقتي. لا لا، الماتش لا، بتاع مفيش. فرنسا والعراق ده ويف فرنسا ساعة والعراق مثلاً. لا يا بخته يا عم.
كاس العالم قطر ولا لوسيل؟ ما بطل بقى والله بكلمك لا، بجد. ملهاش لوسيل علاقة. لوسيل اللي هو قطر. اوكي. سوري، كاس العالم قطر لوسيل ولا امريكا؟ لا ما تقارنش، بس انا بتكلم ان دي نهايتها وحشه قوي. أنا فاهم. يعني هي لو كانت شغاله نهايتها وحشه قوي بصراحه. انا عن نفسي اني بعد بصراحة كده اتفرج على 4 اشواط مش حلوين من وان سايد جيم، وفي الاخر تنتهي بفيران توريس، وهي دي النهايه. بتكلم على يعني انا النهاية. قاعد بقالي الشهر مستني عشان ده؟ عشان ده انا النهايه. فاهمك انك فكره النهايه. فلو هي كانت ماشيه 7 ونص 8 9 لا رجعت تاني اللي عشان اللي بتدقق في الناس. 6 ونص. ابرز لقطه بالنسبه لكم حصلت في كاس العالم، اللقطه دي مثلا معلقه معاك، حاسس ان انت سواء حلوه او وحشه، حاسس انك مش قادر تنساها، استمتعت كمتعه كحزن كفايبس في العموم. كايه؟ فايبس، اجواء السودا. اوكي. بالنسبه لك يا اسلام، صراحه هدف مصر الثاني امام الارجنتين. اللي هو اللي اتلغى، لا الثاني اللي هو اللي جه الجمله التاريخيه دي يا ابويا زيكو. يا بالعم زيكو مش دي دونجا. اللحظه اللي كنت مبسوط فيها قوي. ده دي اللي هيثم حسن عمل له فيها الاسيست مش صلاح. لا دي اللي زيكو جابها. لا صلاح. هيثم حسن. هيثم. صلاح عمل له الاسيست ده. لا دي ما اللي ده بالنسبه لك يا شباب اعظم لقطه في المونديال جول كابو فيردي التعادل في الارجنتين. الجول ده معلق معايا بطريقه، لان لما رحت البيت كنت قاعد مع نجاة اتفرج على الماتش، رحت البيت فجبت القناه بتاعت كابو فيردي بالتعليق البرتغالي، اقسم بالله بتكلم بجد. تفهم برتغالي يا شوفي؟ لا البرتغالي اصلا انا خريج دبلوم زراعه يا عم، انت بتقول ايه يا عم؟ الجول يا مالك ده بالحماس بتاع الوطنيه والجرينتا بتاعت المعالج البرتغالي. استمتعت انت؟ فشخ، جول تاريخي، جول مجنون. فانا بحس بعشق انا الاحداث الوطنيه، بطولات وطنيه. مش تبعنا بس تبقى لا طبعا بس انا كان فكره العموم يعني. طب انت خالد، انت علق معاك برضو ايه؟ انا جون انزو فينا ده مش هنساه. ايوه انا عايز اقول لك بجد، اللقطه اللي كانت بالنسبه لي كانت بره الملعب بتاعت كابتن حسام لما كان بيقول احنا قريبين قوي. ما كنا بنتكلم التليفون. انا عايز اقول لك بجد اللقطه دي هي معلقه معايا لحد دلوقتي، ان فكره في كل حاجه في حياتك عامه، لقطه مش تاريخيه. مش هي لا هي في كل حاجه في حياتك، اللي هو انت كل حاجه ما بقولك هو بتحاول. فيديو تاريخي مكمل معاك 100 سنه قدام. ده بجد ده لو عيش طبعا. طب ولقطه كأس ديكو العالم طبعا كله كده. ريفري نو فير، يعني دي كاس العالم كله بتاع حواديت وقصص. ثانيه واحده يا جماعه، ميسي مدلل الفيفا. ايه؟ ميسي مدلل الفيفا. بتقول ايه؟ ميسي مدلل الفيفا. لسه معايا حالا. ايه؟ ميسي مدلل الفيفا يا اسلام. سلام ابو العباس. ميسي مدلل لا الفيفا. انا عايز الاستاذ ده يرد. انا شايفها بصراحه ميسي مش مدلل الفيفا، برغم ان نزلت ريل على الموضوع ده وقلت ان ميسي مدلل الفيفا وان كريستيانو، بس هي كانت ساعه غلط. العيال تمسك عليك لقطات تقول منافق. لا ولا حاجه على الريل. لا بص وهنا بيقول حاجه. لا هقول لك ليه. ماشي سلم على الراجل. انا كل اللي بتكلم فيه فكره ان انت لما اتعصبت قوي ساعه الماتش وكنت متضايق وشايف ان ميسي بكل حاجه بتروح ناحيته، اكيد قلت لك ميسي كل حاجه بتطبخ له، مش هحور عليك. ده في عينيه ده فدي حاجات كده. المدلدل اللي فيه المدلدل. طب شافعي ميسي مدلل الفيفا. ميسي هو اللي قتل ياسر عرفات. وكل حاجه ميسي. وكل حاجه ميسي. ميسي مش مدلل صح. هو كان لو كان مدلل كان خدها. اتكلمنا وروشنا كتير وانت خلصت الفشار وخلصت كل حاجه، فاحنا عقبال ما نشيل الحاجات دي تعالوا العبكم معايا لعبه رجاله. يلا بينا. يلا